دي طبعا كانت لقطات من عيد ميلاد بنت جمال حمزه جميله. جميل. كمان عندك بنتين جميله وخديجه ما شاء الله، ربنا يخليهم. ربنا يخليك. طيب ايه الاجراء دلوقتي اللي هتاخده يا جمال مع الجونه؟ يعني في اجراء قانوني ولا انت سايب المواضيع ماشيه كده؟ اتحاد الكوره الموضوع ايه بقى يعني ان انت مقدم ان انت عايز تفسخ عقدك؟ شكوى ان انا عايز يا ارجع التمرين يا اما عادي يتفسخ، وكل ده ما ردوش فيها؟ ما حدش رد لسه. طب بتسعى ليها يعني ولا؟ ما هو مع الكابتن المفروض مع الكابتن مجدي عبد الغني. مجدي عبد الغني. طيب خليني، انت راجل اكيد لو احنا بتشوف تقرير صحابك كلهم طبعا شيكابالا وعبد الواحد ليك علاقه، ليك بتتكلم يعني دايما كان يقال وانت في الزمالك ان انت مسيطر على شيكابالا وان انت شيكابالا بيحبك جدا وليك السيطره عليه كتير. بتكلمه شايف شيكابالا دلوقتي ازاي؟ لا مش بنتكلم كتير والله. قل الموضوع مش كتير. وميدو انت مش كنت كتير على على طول انت وميدو مع بعض زمان؟ مش كتير برضه. ده العلاقه شخصيه قلت ولا بسبب البعد يعني ومشاغل؟ مش يعني مش مشاغل يعني مش مشاكل. لا مشاغل مش مشاكل. لا. طيب انا عايز اخد منك انت شويه يا جمال، انت وانت قاعد بتتفرج على الزمالك دلوقتي او قاعد بتتفرج دلوقتي على الكليب وانت بتجيب الاجوان دي، انت حاسس بايه؟ يعني حاسس ان انا يا ريتني كنت استحملت شويه، متضايق؟ لا ما كنتش هقدر يا حازم. لا يعني انت مبسوط باللي انت عملته مش متضايق؟ لا مش متضايق. لا لان ما كنتش هقدر. لا ما كنتش هقدر. لا والله. لا ما كنتش هقدر. لا كان انت في شايف مرحله ان انت عملته صح 100%؟ في مرحله صعبه ما كنتش يعني خلاص مش قادر اكمل الصراحه. يعني انا قصدي ما الناس دي عدت المرحله وبقت دلوقتي خلاص الجمهور تاني. لا مش زينا برضو. لا ايوه ما مش زينا. مش زينا. لا هم مش زينا. هم جم في يعني في الاخر شويه. مين احسن لعيب في مصر دلوقتي يا جماعه؟ شيكابالا طبعا. شيكابالا طبعا. ليه بقى؟ لان شيكابالا بيعمل الحاجه اللي انت مش متوقعها. يعني ما انا ببقى قاعد وعارف ان انت هتباصي كده، طب ما عادي ايه يعني. لا بس انا يعني لما شيكابالا يعمل حاجه مش متوقعه هو ده دي الحاجه اللي بتبسطني يعني. بتنبسط لما الزمالك يكسب؟ اكيد طبعا. مفيش مشاكل. ما تحسش ان انت في ناس يقول لك يعني في ناس كتير مشيت من الزمالك ما بيحبوش الزمالك يمشي، يقول لك عشان يبان ان احنا كنا احسن ناس وبتاع. لا مش ما عنديش الموضوع ده. لا خالص. لا حرام عليك يعني. لا ليه كل نفس البشريه لا يعني. بس ما اعتقدش ان في ناس بتبقى كده يعني حازم. لا مش للدرجه دي يعني. يعني انت بتنبسط شايف الزمالك السنه دي بشجع الزمالك طبعا. شايف الزمالك عامل ازاي؟ والله هو الزمالك يعني احسن الوحشين. احسن الوحشين. يعني شايف الدوري مش بالقوه اللي لا كان. لا بس دي حاجه بس ده كويس برضو يعني. انا كويس للزمالك ان احنا عايز الزمالك يكسب. طب ليه مش احسن؟ ليه مش الدوري مش قوي يعني؟ دايما بالعكس دلوقتي بيقول لك الدوري المصري دوري قوي برضو الاحداث اللي حصلت دي ممكن تكون برضو يعني هدت على بعد الثوره بعد الثوره هدت الموضوع شويه يعني. الدوري كان ماشي كويس جدا في الاول والزمالك كان ماشي كويس جدا. حاجه جديده على نادي الزمالك، احنا بنخش فينا جون والتاني وبنعوض وبنكسب يعني دي حاجه مش ده حسام ولا الفرقه يا جماعه؟ حاجه غريبه يعني. الاثنين اكيد مش ده لوحده ومش ده لوحده. بس كانت اللعيبه دي معظمها موجود وكانوا بيخسروا. لا ما كانش معظمها برضه حاسس. لا السنه اللي انت مشيت فيها او طلعنا فيها السادس، الزمالك طلع فيها السادس، كنت انت موجود اخر سنه لعبتها متهيألي. اخر سنه اللي طلعنا فيها بني عبيد وكده. 6 شهور. كانت اللعيبه متواجده 90% من اللعيبه اللي انت كنت يعني طلعوا معاك في الاخر دول كانوا بيلعبوا دلوقتي. وكان بيخسر من الزمالك وما فيش الكامباك يعني. ما هو لو اللعيبه مش كويسه المدير الفني مش هيقدر يعمل بيها حاجه. يعني لازم الاثنين يبقوا كويسين. يعني فاهم؟ فالمدير الفني كويس واللعيبه خامه كويسه تقدر ان انت تعمل بيهم حاجه، فهم الاثنين ماشيين مع بعض كويس. شايف حسام اختيار كويس موفق، مدرب كويس. ايه نواقصه؟ شايف فيه لو عنده نواقص في ايه؟ هو اكيد عنده نواقص في اللعيبه بس مش دي مش بتبقى مش يعني ككوتش يعني. ككوتش ممكن تكون في بعض الاحيان. اكيد عارفين كابتن حسام بيبقى نرفز شويه. يعني بيبقى متنرفز شويه. مش مطالب ان المدير الفني يبقى متنرفز، لان انت لازم تبقى هادي عشان تاخد قراراتك وانت هادي ما تبقاش متنرفز يعني. بس متهيألي هو ده يعني هي دي الحاجه اللي انا بلاحظها يعني. طب شايف متابع اخبار الزمالك، شايف مشكله الزمالك الاخرانيه اللعيبه اللي عملت الشكوى واتسحبت والكلام ده، تعليق عليها ايه؟ انت عمرك عملت شكوى في نادي الزمالك؟ صعب قوي. انت عملت شكوى قبل كده؟ لا صعب. مع انك كان دايما يقال عليك ان انت يعني مشاكل وعايز فلوس. انا ليا فلوس لغايه دلوقتي على فكره. بلاش بقى. ليك لا عمري ما اقدرش اعمل كده. صعب. شايف ايه؟ صعب يعني ان انت تعمل شكوى في ممكن تكون لو لعيب جاي من بره بتبقى يعني اسهل. انما اللعيب اللي هو موجود في النادي او متربي من النادي من ناشئين النادي صعب يعني شويه. تهيألي صعب الموضوع. طيب احنا في اخر تحب تقول ايه لمين؟ انت اللي تقول لمين؟ لا مش لحد والله. الناس عموما اي حد زعلان مني ما بقاش حابب ان حد يبقى زعلان مني، او ما بقاش حابب ان حد فاهم ان انا
فاهمني غلط يعني، او ان انا انت حاسس الناس بتاع مشاكل بتفهمك ان انت كتير بتاع قوي. الناس تبقى يعني طب هو ما يمكن بتبقى يبقى انطباع. ممكن يا جمال انت اللي مخليهم عندهم الايحاء ده. ممكن طب ما تعمل انت ممكن. حاجه تخلي. ما انا مش عارف اعمل ايه. هو ده اللي انا مش عارف اعمله. اه فاتمنى ان انا يعني امم يعني اي حد زي ما بقول لك فاهمني غلط، او فاهم ان انا بتاع مشاكل، او ان انا اللي على طول بصير المشاكل، هي بتبقى يعني انت شايف بتبقى نوعيه يعني. في ناس بتبقى معايا يعني مش راكبه معايا، او ان انا مش راكب معاهم، شايف او نفسك دماغي مش محظوظ يا بني ادم، انسان مش محظوظ يا جمال لا ولا؟ خالص. لا ليه؟ لا بسألك الحمد أنا لله. بس. لا انا شايف ان يعني انا انت محظوظ برضو الحمد على لله. رغم صغر سنك كان عندك مشاكل، حصلت كتير مشاكل في حياتك. بس والله يعني بتستفيد منها، يعني المشاكل دي بتستفيد منها، بتعدي بحاجات حاجات مم. سلبيه وحاجات ايجابيه. مم. فانا شايف لا ان انا الحمد لله محظوظ يعني. محظوظ. الحمد لله. لان تقول انا لعبت فتره كبيره في نادي الزمالك، خدنا تتمنى بطولات ترجع الحمد الزمالك تاني لله. يا جمال؟ اكيد طبعا. تختم فيها؟ طبعا اكيد طبعا. والله وانا كان اتمنى يا جمال ان شاء الله يا انك رب ان ترجع شاء نادي الله. الزمالك. ان لعيب شاء الله. مهم جدا جدا، وانا بحبه جدا جمال حمزه، ربنا واتمنى يخليك. اشوفه تاني في نادي الزمالك، ان هو يقدر. اعتقد مع حسام حسن هيبقى انا شكل سعيد تاني. جدا والله ان انا كنت معاك يا كابتن حازم، ان شاء الله وانت تبقى معانا على طول منور باذن على الله، بس على تبقى معانا في الحياة. الملعب بقى نقعد نحلل لك ان شاء الله. انت إن لسه شاء بدري الله. عليك انك إن تبقى شاء متواجد. الله. كمال يا رب. بشكرك شكرا جزيلا، ربنا يخليك. وسلمي على بناتك. ان شاء الله. وان شاء الله بقى زي ما بقول لك نحلل لك كده، ونقعد نشيد إن بادائك شاء الله يا وباهدافك رب. ان شاء الله. إن جمال شاء حمزه الله. نجم نادي الزمالك السابق والجون الحالي، بشكرك شكرا جزيلا. ميرسي يا كابتن حازم. دي كانت حلقتنا النهارده، ان شاء الله تكون عجبتكم، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمه من الملاعب اليوم.